السلام عليكم يا حبايبي وأهلا بيكم في حلقة جديدة من عالم زهرة. عارفين يا أمهات إن أولادنا ساعات بيجوا يقولوا لنا ماما أنا خايف، في وحش في أوضتي، شفت حاجة في الدولاب بتبص عليا، سمعت صوت في الضلمة، حلم بكابوس. اللحظة دي بتكون صعبة على قلب الأم، وممكن نغلط ونقول مفيش حاجة، روح نام وخلاص. لكن الحقيقة إن الخوف ده مش بسيط، ده ممكن يكون بداية وسوسة من الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ربنا نبهنا إن الشيطان مش هيسيبنا ولا أولادنا، هيحاول يزرع في قلوبهم الخوف والوسوسة من وهم صغيرين. النهاردة في الحلقة دي هنعيش مع حوار بين أم وابنها ياسين، وهو بيحكي لها عن الكوابيس اللي بيشوفها، وهنشوف إزاي الأم تقدر تحتميه وتعلمه يحصن نفسه بالقرآن والأذكار. ماما 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 ماما، أنا خايف، في وحش في الأوضة وجنب الشماعة حد واقف يبص عليا. تعالى يا حبيبي، تعالى في حضني شوية. مالك يا ياسين؟ شفت إيه؟ أنا حلمت إن في وحش كبير بيطير، له جناحين من نار، وبيضحك عليا ويقولي مش هتقدر تقرأ قرآن، مش هتقدر تنام. أنا صحيت لقيت الأوضة ضلمة وخفت قوي. يا حبيبي اسمعني، الوحش اللي بتشوفه ده مش حقيقي، دي وسوسة من الشيطان. عارف يا ياسين، الشيطان ساعات بيتشكل في خيالنا علشان يخوفنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني الشيطان قريب مننا دايماً، وبيحاول يدخل لقلوبنا بالوسوسة والخوف من وهم صغيرين. يعني الوحش ده شيطان يا ماما؟ أيوة يا قلب ماما، الشيطان ضعيف جداً. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً. يعني مهما خوفنا أو حاول يضحك علينا، هو ضعيف ومش هيقدر يعمل حاجة قدام ذكر ربنا. طب أعمل إيه لما يجي يوسوس ليا كده؟ برافو عليك يا ياسين، دي أهم نقطة. أول حاجة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طب ممكن أقرأ معاكي يا ماما؟ طبعاً يا حبيبي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شاطر يا ياسين، كده الشيطان يجري بعيد ويخاف منك. وعارف يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كمان: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يعني كل مرة أخاف أقول الدعاء ده؟ أيوة، وتفتكر دايماً إنك مش لوحدك، ربنا معاك والملايكة بتحرسك، وأنا بدعيلك قبل ما تنام. أنا خلاص مش خايف يا ماما، أنا هنام دلوقتي. ربنا يحفظك يا ياسين يا حبيبي. أمهاتنا الحبيبات، ما تستهونوش بخوف ولادكم، اسمعوهم، احضنوهم، علموهم يقاوموا الشيطان بالقرآن والأذكار. إحنا مسؤولين نربي جيل قلبه متعلق بربنا، جيل يعرف يقول أعوذ بالله بدل ما يسيب الشيطان يتلاعب بخياله. أسأل الله أن يحفظ أولادنا من كل سوء،
ويجعلهم من الذاكرين الله كثيراً. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة عالم زهرة وتشاركوها مع كل محتاجة تسمع